هلا حبايبي، شلونكم؟ صباح الخير، صباح النور، صباح العافية. اليوم بديت وياكم روتيني من الصبح. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم. مثل ما تشوفون إن أنا حضرت الريوق وسهمنا وسهمكم ألف عافية إن شاء الله. قيمر وكاهي ودبس وراشي، هاي الأجواء الشتوية، صمون حار ومقسب. وسهمكم العافية إن شاء الله. طبعا ما أحكيكم كلش كلش طيب القمر والكاهي. هذا كان ريوقنا. ومن بعد ما كملت الريوق هنا أنا بديت أحضر الغدا. لين تعرفون راح أسوي التشريب لحم، فهذا يتأخر. ورا الريوق مباشرة خليت اللحم على النار وبديت أكمل شغلي. قلت أحسن هاي طريقتي بتشريب اللحم الأصفر وحتى الأحمر، يعني ما بيه اختلاف، نفس الشي، بس مجرد نضيف له معجون وطماطة. طماطة تحبوها صحاح أو تقطعوها بكيفكم. أنا خليت بصل واللحم حمستهن سوا، لأن البصل بيه مادة ما تخلي أي زفر باللحم، يعني انت طعم كلش طيب. وضفت عليهم البوتيتا وخليت مي، راح أتركهم إلى أن تطلع الزفرة مالته وكلها أوخرها. أنا خليت له ورق الغار وراح أتركه. شوفوها هاي من بعد ما بدأ يغلي الزفرة مالته كلها وخرتها. وجهز عندي التشريب تقريبا ورا ساعة ونص، عرفت لحد ما استوى اللحم فد مرة. تبقى اللحمة صحيحة، يعني محافظة على شكلها بس مستوية كلها. وهنا أنا بديت روتين العناية بالشعر. راح أسوي عناية الشعري اللي هي عبارة عن جوز الهند، زيت جوز الهند وبيضة. بنات كلش كلش مفيد للشعر. أنا هاي الفترة يعني دا أعتني بشعري، دا أطول شعري. صراحة هو كان كلش طويل شعري وقصيته وبدأ يعني يتقصف يعني تعرفون بسبب الصبغ الميش. فهسه بديت أعالج بيه بهاي الشغلات الطبيعية. وذاك يعني قبل ما أدري كم فيديو من نزلت لكم زيت كيش كينج، هم كلش زين، يطول الشعر ويخليه ناعم وبلمعة كلش حلوة. هذا الماسك سووه مرة واحدة بالأسبوع. من بعد ما خليت هذا الماسك على شعري هسه راح أبدي أخلي ماسك لبشرتي. قلت بما إنه أنا مسوية اليوم ماسكات وما عندي شي، راح أبدي يعني أخلي لشعري ولوجهي. هنا هذا إصبعي مجروح وكلش متأذية، كان بيه شعفورة وأنا ما أعرف هيج ديت، وكان أوخرها كلها، بس شنو ما أقولكم إيش صار بيه لحد هسه، يعني إصبعي بعده مورم. بعد ما خليت ماسك الوجه راح أسوي ماسك للشفة، توريد نفخ طبيعي. خليت دارسين أو قرفة، وراح أخلي شوية شكر، وراح أخلي شوية من زيت جوز الهند. طبعا هذا لأن جامد جوز الهند هيك يصير، بالصيف تلقوه يعني حالة حال الزيت العادي، بس هو بالشتا يجمد وبالصيف يكون مايع. وبهاي الطريقة هيجي كل المكونات خلطتهن. هذا تقشير للشفة، يعني اللي تعرفون بدأ الجو يبرد، الشفة بدأت يعني شلون تيبس أو تتفطر، هذا كلش يفيدها. وهم يكون بيها لون حلو ونفخة كلش حلوة. بعد ما كملت هذا الماسك لبشرتي راح أخلي هذا المنظف أو المبيض، هم كلش حلو.
وهنا المفاجأة الحلوة اللي كلكم منتظريها. طبعا الحمد لله والشكر وصلني البن كود من أمريكا، وأخيرا ألف الحمد لله والشكر. إن شاء الله يوم كل القنوات اللي أعرفهم يعني صديقاتي هم قاعدين ينتظرون البن كود، وإن شاء الله تتفعل قنواتهم. إن شاء الله الخير يصيب الجميع يا رب. طبعا صار لي هواي أنتظر هذا الظرف من شركة جوجل أدسنس تقريبا من شهر رمضان ولحد الآن، وهذا الأسبوع يعني يلا وصلني الحمد لله والشكر. إذا أفتح الظرف ويكون بيه رمز شخصي يعني خاص بي. تعرفون يعني انتم ما أعرف بتفعيل القناة أكو خانة أخيرة يعني ما تكمل إلا هذا الرمز نخليه بيها يا الله. يعني شلون إثبات صحة العنوان هو بهذا الرمز، يتأكدون يعني إنه صحيح أني يعني هاي القناة تابعة إلي. والله أنا مو كلش أعرف بيهن، لأن مو أنا اللي سوت القناة يعني شغلة منو ضبط القناة أو هاي أكو شخص يعني هو اللي ضبط لي القناة. فمباشرة ما فتحت الظرف على السريع يعني أخذت سكرين للرمز ودزيت هي، وهو كمل القناة والحمد لله والشكر. مشكور ما قصر. فعلت القناة وحاليا جاهزة القناة وتفعلت الأرباح عندي الحمد لله. شوفوا هنا الرمز يكون مباشرة بظهر يعني الظرف. حبايبي وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأحب أقول لكم شكرا على المشاهدة ومع ألف سلامة. باي باي. إن شاء الله يوم اللي أستلم الدرع وهم أشارككم هذا الفيديو. باي باي.